عارفين لما تبقوا سايقين وتلاقوا نفسكم فجأة بتمسكوا التليفون وبتبصوا على السوشيال ميديا وبعدين تكتشفوا بعد 5 دقايق ان انتوا بقالكم 5 دقايق عينكم مش قدامكم، وتكتشفوا ان هو يا نهار اسود، ازاي حصل ان انا وصلت لمرحلة ان وانا سايقة او وانا سايق زهقان. قبل ما اخش في الموضوع ده عايزه افكركم ان طريق للسكون مش المكان اللي بنقعد نقدم فيه مواعظ ونقول لكم 5 طرق ازاي تعرفوا تسوقوا بيها على الطريق السريع. طريق السكون عبارة عن حلقات بنطرح فيها أفكار وموضوعات إحنا بنعيشها كل يوم. ولو حابين تلايك شير سبسكرايب وسيبوا لنا في الكومنتس أفكاركم أسئلتكم أو تعليقاتكم، ممكن تتفقوا ممكن تختلفوا معانا. هو ما فيش صح وغلط في اللي إحنا بنقوله لأن إحنا ما حدش عارف الصح والغلط فين. أنا اسمي سارة عبد المنعم، والحلقة النهاردة بتتكلم على حاجة كلنا عمالين نقع فيها، إن حياتنا بتفوتنا. حياتنا بتفوتنا بجد، إحنا مش حاسين بس الحياة بتجري بتجري. مش معناها ان الحياه بتجري فالحق اعمل 500 الف حاجه، بل بالعكس، عشان انا بعمل 1500 حاجه انا مش اصلا مش لاحق اعيش حياتي. الموضوع بيبتدي او لفت نظري من اول لما اكتشفت ان انا كنت فاكره ان انا الوحيده اللي بعمل الحركه السواقه والسكرولينج دي. وبعدين كنت قاعده في المكتب ولقيت ندى بتقول يا جماعه انا وصلت لمرحله ان انا لما بمسك التليفون وانا سايقه بلاقي نفسي بمسك التليفون وبقلب في سوشيال ميديا من كتر ما انا زهقانه. فقلت يا نهار ابيض، هو ده واضح انه ده ملوش علاقه ب ليتس سي قدرتي على عدم التركيز. لا، ده واضح ان ده شيء موجود عند ناس كتير، وندى اكتر واحده بتعرف تركز. فيعني لو هي بتعمل الحركه دي يبقى في حاجه في هنا ايه، سؤال. فابتديت اطرح السؤال ده وابتديت اتخض من الاجابه. ابتديت اكتشف ان احنا كلنا بقينا عندنا حاله من عدم القدره على السكوت عن الاكشنز او الحركه او عن الاكتيفيتيز للحظه، لدرجه ان الاكشن الواحد ما بقاش كفايه. يعني اكشن السواقه ان انا اكون بسوق ده لوحده مش كفايه، يعني انا محتاجه ازود لي حاجتين 3 4 في اللحظه. ابقى مثلا في ميتنج وماسكه التليفون، باكل وبتفرج على التلفزيون، بسوق وبسكرول، بعمل شوبينج وانا بشتغل. لازم اكون بعمل لي مجموعه من الحاجات لان دماغي اتعودت على الستيميوليشن او التحفيز طول الوقت. جهازي العصبي من كتر ما احنا طول الوقت عندنا تحفيز. زمان كان قبل التلفزيون قالوا على كده على التلفزيونات، على فكره كانوا بيقولوا ان العيال ابتدت تتلزق في التلفزيون علشان خاطر هم بقوا زهقانين جدا. وفعلا بقينا زهقانين، بقينا نشغل التلفزيون حتى في الباك جراوند. لما تلاقي اللي هو حد يقول لك انا بشغل فريندز كده في الباك جراوند او بشغل حلقات وات ايفر في الباك جراوند. فدلوقتي الدنيا تطورت لدرجه ان التليفون والسوشيال ميديا بقت تعمل لنا نفس الحاجه، بقت تعمل لنا حالة من عدم تقبل الثانية اللي ما بنعملش فيها حاجة. بقينا عندنا توقع ان احنا هنبقى متسليين طول الوقت. جزء منها بقى جاي من احساس اللي هو الاحساس الدوبامين، احساس ان انا وانا بسكرول ببقى دايما متوقع او جسمي مستني او مخي مستني او جهازي العصبي مستني المعلومه اللي جايه اللي هتشد انتباهي او هتضحكني او هتسليني. او احساس انه هيفوتني حاجه، الفومو، ان انا لو انا مش على سوشيال ميديا ففي حاجه كبيره جدا هتحصل انا مش عارف هي ايه، بس الحاجه دي هتفوتني. او ان انا هبقى ديسكونكتد او هتنسي او هبقى مش موجود او مش على اتصال بالعالم اللي احنا عايشينه النهارده. او ان انا زهقان، سيمبلي ان انا زهقان، سيمبلي ان انا او ببساطه جدا ان انا مش عايز اقعد مع احاسيسي، مش عايز اقعد مع نفسي. ابتدينا نشوف انه الاطفال، بتشوفيها قوي في الاطفال بيبانوا جدا قد ايه بيتعصبوا دلوقتي لما الواحد بياخد من قصادهم الشاشه او التلفزيون او السكرين او التليفون او مع ان هم زمان كانوا بيعرفوا يقعدوا بره في الحديقه يلعبوا يجروا ورا بعض يلعبوا استغمايه. كانوا بيعرفوا يبقوا زهقانين ويعدوا البلاط. عارفين لما العيال لما تعد البلاط كنا بنعد البلاط، يعني قصدي ايه ليفل التسليه العبيط ده، يعني بنسلي نفسنا باي حاجه. ودايما بيتقال انه الابتكار والكرياتيفيتي بتطلع عند البني ادمين فقط لما يبقى عندهم مساحه زهق، لانه بيبقى قادرين يخشوا جواهم وقادرين ان هم يبتكروا او يبصوا حواليهم ويجي لهم فكره فيبتكروا. احنا دلوقتي مش عايزين نقعد مع نفسنا خالص، مش عايزين نقعد مع نفسنا للاسباب اللي انا قلت عليها. ولكن في حاجه كبيره جدا انا اكتشفتها كانت بتحصل معايا انا. كان في فترة كده رحت مرة سايلنت ريتريت 7 أيام. الريتريت ده كان بنقعد 7 أيام ما بنكلمش حد، ما بنقعد ما بنعملش حاجة، ممنوع ان احنا ناكل كتير، ممنوع ان احنا نلعب رياضة، ممنوع ان احنا نقرا كتاب، ممنوع ان احنا نسلي نفسنا بأي شكل من الأشكال. مطلوب مننا لمدة 7 أيام ان احنا نقعد في مكاننا ونبص في السقف ونتأمل في ملكوت الله.
وكان السبب اللي انا سجلت نفسي في الريتريت ده ان انا كنت وصلت لمرحله ولسه بقع فيها ان كل لحظه في حياتي فيها خطه. فبالتالي كنت عايزه اعرف هل انا كل لحظه في حياتي فيها خطه علشان انا بالصدفه بشتغل كتير، ولا انا في حاجه معينه هتظهر لما بطل اكون متسليه كل لحظه. اكتشفت في تجربتي الشخصيه انه السبب الحقيقي اللي كل لحظه انا بشغلها في حياتي هي ان انا خايفه من احساس الزهق، لانه احساس الزهق عندي بيترجم الى حاجتين: زعل ووحده. والزعل والوحده بالنسبه لي كانوا غير مقبولين. ليه الزعل والوحده بقى بالنسبه لي ما كانوش مقبولين؟ لانه لسبب ما وانا صغيره في فتره ما كانوا اهلي بينفصلوا، وهم اهلي جمال وحلوين والناس رائعه ودلوقتي صحاب وحبايب وكل حاجه، ولكن وقتها ما كانش فيه الوعي المناسب للتعامل مع الاطفال في مواقف زي دي. فبالتالي ما حدش سالني وانا طفله قال لي حبيبتي انت حاسه بزعل ان هم بابا وماما هيسيبوا بعض؟ فوقتها لما ما حدش سالني مخي ترجم ان زعلي ملوش مكان، ترجم انه زعلي ملوش مساحه وانه غير مسبب، لانه مش انا اللي بخوض التجربه دي. حطيت نفسي في درجه تانية وحطيت اهلي في درجه اولى، لان ده الحاله دي بتحصل لهم هم، مش بتحصل لي انا، مع انها بتحصل لي انا لان انا من اكتر المتاثرين بالموضوع ده. ولكن مخي كطفله وانا صغيره مش مدركه ترجم انه لما ما حدش سالني عن احساسي بالزعل تجاه الموضوع ده ان انا زعلي ملوش مكان وانه غير مسبب. فابتديت اعيش حياه كامله. رقم واحد، ما بحبش ازعل انا كساره فعلا، دايما تلاقوني بهزر وده مستحيل احط نفسي في موقف زعل، ومستحيل ان انا اواجه زعلي. وفي السبع ايام دول ابتديت اتعرف على المشاعر، مش بس مشاعر الزعل، تعرفت على مشاعر كتير جدا، وابتديت اتخلص من التقييم بتاع المشاعر. المشاعر دي حلوه، السعاده جميله 10 من 10، زود كتر من السعاده. الزعل ابدا، انا مش عايزه نكد، شيل النكد ده، واي حد نكدي، اي حاجه نكديه انا لو حسيت مش عايزه نكد، النكد ده. ومش عايزه نكد دي جمله احنا بنسمعها دايما لما بيعيط طفل بيعيط، طفل زعلان، اهله يجوا يقولوا له ايه؟ بقول لك ايه بقى، بلاش نكد، واد نكدي، مواد نكدي صحيح. فابتدينا نتربى على ان في مشاعر كويسه وفي مشاعر وحشه. فبالتالي ابتدينا كبني ادمين نبعد عن الهدوء او السكون، او ان انا اقعد في مكاني ما اتحركش وما اعملش خطط مع 60,000 بني ادم كل لحظه، او اخلي نفسي متسلي كل لحظه، علشان انا بتهرب من المشاعر، عشان انا بحاول اتغاضى عن المشاعر المعينه. لاني ابتديت احط المشاعر يا اما في سله المشاعر المقبوله والجميله، او سله المشاعر المنيله بنيله. دلوقتي مفيش حد طول الوقت مبسوط، ومفيش حد طول الوقت مرتاح وتشيل وتمام. وبعدين محتاجين نغير فكر المشاعر الوحشه دي. كاني بالظبط بقول لك ايه، البنت دي مناخيرها وحشه، اقطعها وارميها. المشاعر ده مش اختيار، ده مش حاجه اللي هو انا عايز اخد ده وارمي ده زي المناخير والعينين والبق. المشاعر بتخلينا نعيش، مخلوقه لسبب. الخوف بيحافظ على حياتك، التوتر بيحرك البني ادم ان هو بيبقى ما يبقاش قاعد طول الوقت مريح مبلط كده ما بيعملش حاجه، فبيخليه منتج. طبعا في توتر بزياده شور، لكن التوتر مهم. الزعل بيخلي البني ادم يتعامل مع المواقف الصعبه اللي بتيجي في وشه، ما هو لازم يتعامل معاها، والحياه دايما مش لونها بامبي، لانه لما بيحاول انه يزق الحاجات دي ما بيتعاملش معاها، او ما بيتعاملش مع المواقف اللي زي دي، هي ما بتروحش في حته، هي بتلبد جواه، المشاعر دي بتلبد جواه. فالاحاسيس زي الزعل مهمه عشان نتعامل مع المواقف الصعبه. الغضب ده منبه، ده احسن حاجه في الدنيا ربنا خلقها، الغضب. لان الغضب ده على قد ما احنا بنقول عليه كلام صعب يعني، على قد ما هو منبه كبير جدا ان في حاجه مش مظبوطه جوايا. السعادة جميلة حلوة وكل حاجة، لكن من غير زعل فالسعادة ملهاش طعم أساسا. احنا طول الوقت واحنا صغيرين واحنا بنتربى على انه اوعى تعيط، التوتر لا 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 ما تسببليش توتر، لا لا عصبي وحش، غضب وحش، ما تزعلش، ما تغضبش. انا ما بقولش ان احنا
نزعق في بعض ونتوتر. وانا بقول انه المشاعر شيء، والقصص او الحاجه اللي احنا بنعملها بالمشاعر دي شيء تاني. الاحساس شيء، والاكشن او العمل شيء تاني. في كلمة مهمة جدا احنا ما بنركزش عليها، وهي كلمة الحضور. الحضور كلمة سمعتها في البودكاست بتاعت مصطفى حسني، كان بيتكلم على كلمة الحضور، وعجبتني قوي بالعربي، لان انا دايما بتكلم على presence بالانجليزي، لكن حضور معناها بالعربي لما الواحد بيسمعها فيها نوع من انواع الكوميتمنت. حاضر، انا حاضر، انا هنا، انا موجود. لما حد بيطلب مني حاجه واقول له حاضر، كاني بقول له انا موجود، انا I'm here، انا موجود ليك. لما ابص على انا موجود دي، ابتديت افكر في فكره الحضور والحياه. فابتديت اقول انه غريبه جدا ان احنا كبني ادمين مش شايفين اهميه الحضور. يعني ايه اهميه الحضور؟ يعني ان انا اهميه اني وانا سايقه ابقى سايقه، وانا قاعده ابص في الجنينه ابقى قاعده ببص، وانا قاعده مع عيلتي ابقى قاعده مع عيلتي، لو انا قاعده مع اصدقائي ابقى قاعده مع اصدقائي، مش قاعده مع عيلتي وفي التليفون، ولا قاعده في الحديقه بس انا في بلد تانية عشان انا قاعده على سوشيال ميديا وبتفرج، او ان انا ابقى قاعده في شغلي بس مخي في حته سبعه. ابتديت اكتشف انه زي ما يكون احنا ضحينا بحقنا في الحياه. بجد بجد ضحينا بحقنا في الحياه. يعني انا النهارده قررت انه الحياه اللي جسمي عايشها دي انا هنفصل عنها، انا هبقى قاعده في حته مش حقيقيه مبدئيا، لان ولا التلفزيون حقيقي ولا سوشيال ميديا حقيقي، الفيديو ده انت مش جواه فعلا، دي مش حياتك. وحياتي الحقيقيه اللي بتحصل حواليا، البني ادم اللي جنبي اللي بيتنفس واللي بيعمل صوت، والشجره اللي قصادي اللي بتتحرك وتتهز، انا مش معاها. انتوا متخيلين يعني ايه؟ انا لغايه دلوقتي مش عارفه اوصل قد ايه ان الفكره دي مجنناني، لان البني ادم بيعيش حياه واحده، وانا بعيش حياه كل تجربتي فيها. وانا قلت الكلام ده في حلقات قبل كده، الحياه عباره عن تجربه داخليه جدا. يعني اي شيء انا قدامه ببص عليه ده انا شايفاه من جوه، مخي شايفه. اي حاجه بسمعها كلام انا بسمعه من جوايا. فالحياه كلها تجربه داخليه. فالتجربه الداخليه دي انا قررت ما احضرهاش، قررت ان انا سوري يا جماعه، انا مش جايه النهارده الحياه دي، انا مش جايه النهارده، مش فاضيه اعيش حياتي. انا I'd rather be في حته وهميه مش حقيقيه. فبالتالي ابتديت بقى افقد قدرتي على سماع مشاعري، فبقيت مش عارفه ان انا زعلانه اصلا. بقيت اساسا ما بديش فرصه ان انا ازعل من موقف، ولا ان في حاجه مضايقاني، ولا احسن من نفسي. رحت الاردن من قريب، كنت بعمل كلاس هناك في فيستيفال، وقلت لهم كنا بنتكلم على الاحلام. كان الثيم بتاع الكلاس بتاعي عن تحقيق الاحلام. وانا بتكلم كده لقيت نفسي بقول انه ازاي البني ادم هيعرف احلامه لو هو ما بيقعدش مع نفسه؟ لان الاحلام ما بتتولدش بره، الاحلام بتتولد هنا جوه المخ، جوه القلب، جوه الدماغ، جوه التفكير. لو انا النهارده طول الوقت مش مع تفكيري ومش مع قلبي ومش مع احساسي، طب ما انا هعرف احلامي ازاي؟ وهعرف احساسي ازاي؟ وهعرف انا بتحرك من الاحساس بتاعي ولا من اللي المجتمع بيقول لي ان لازم اتفرض عليا؟ عندنا حلقه اسمها بطل تكذب على نفسك، كلها بتتكلم على فكره ان هل احنا عايشين حياه من حقيقتنا اللي جوانا، ولا احنا عايشين من المجتمع بيقول لنا امشوا بكده فاحنا بنمشي كده. فجاه قررنا ان احنا نضحي بكل ما هو جوانا ونعيش برانا، عشان احنا مش عايزين ان احنا يبقى عندنا حضور. لما البني ادم يبقى قاعد في مكان وهو مش فيه، هو عمل اختيار انه ما يحضرش، ما يبقاش حاضر، ما يبقاش committed، ما يبقاش عنده حضور. فلو انت مش عايز تحضر في حياتك، روح احضر بقى، شوف عايز تحضر ايه بقى، انت حر، انا مش عارفه انت هتروح فين. مهم يعني سهل قوي ان الواحد يلاقي السكون لو هو فوق جبل، لانه مش هيلاقي حاجه يتلهي فيها، هيبقى متنيل على عينه حاضر غصب عنه، قاعد في حياته بقى قاعد حاضر طول الوقت. لكن صعب جدا يبقى حاضر وهو طول الوقت حواليه بقى عامل زي القطه عامل كده بقى. صعب قوي قوي انه يلاقي حضور. لو عجبتك الحلقه، ولو عندك راي، او فكره او سؤال، بليز لايك شير سبسكرايب. انا اسمي ساره عبد المنعم، وده برنامج او بودكاست طريق للسكون. بنحبكم، شكرا، ميرسي، باي باي.